شفت بنت الفاضي بيت مشهر ما لحقت اتعود صار لازم شوف تحت ابني فاضي وما يقول شر شو عملوا فيه؟ شو انعطالهم مجال يعملوا فيي؟ لاني طلعوا شاطرين واخذوا ابني مني مع انه انا معي حق. صور مع بيو زعفتنا لا جبت لك كبيرة انت جبت لك كبيرة قرب حد بنته وهيك بتسودي وشك مع الهون؟ اسم الله عليك سويت وش مع الهون؟ هوني حدا سبق علي مش احلى ما اسود وجهي بالدهنه حتى ما اني خاص فيها؟ الممثلة رندا كعدي بيسلمها جائزة الإعلامي والممثل طارق سويد. قبل ما اسلم الجائزه للست ستات رندا كعدي بدي اقول لكم بغض النظر يمكن عم بتقولوا انقطعت الكهرباء او صار في قصص، انا بالنسبه لي هذا اهم تكريم لانه التكريم لكم انتم الاسماء الكبيره ويلي نحن بنضل نشوف حالنا فيكم ورح نضل نشوف حالنا فيكم. انا اليوم بيعني لي كثير اول ما فتوا وشفتكم كلكم مجتمعين تذكرت انا وصغير كثير وجوه منكم كنت شوفها وكنت صغير كثير واطلع بهالعلبه يلي هي التلفزيون وقول كيف بيفوتوا لجوا ويا ريت انا في فوت لعندهم. اليوم انا قاعد معهم على نفس الطاوله فالتكريم لإلي هو مش لإلكم صراحه. مش عم صدق انه هيك الحياه بتخلينا ننجح ونتقدم ونصير قاعدين مع الاسماء اللي شفنا حالنا فيهم وسالنا كيف توصلوا لهون. بدي اقول مبروك لكل المكرمين وبدي اقول انه بتشرف كثير اليوم انه انا عم بحمل قلمي وبعد ما كنت احضركم وانا عم بكتب ادوار انتم عم تأدوها وهذا الشيء بكبرني كثير وشيء مثل الحلم ما بيتصدق. من الناس يلي قصة صغيرة بسرعة رح أخبركم إياها. كان عمري 19 سنة، كنت أول سنة عم بدرس مسرح بالجامعة. كان إجاني أول دور تمثيلي، كان مشهد واحد بمسلسل. التقيت فيها بأوضة الميك اب وسألتني شو عم تعمل هون؟ بدك تمثل معنا ماما؟ أول كلمة قالت لي يا ماما وكانت ما بتعرف اسمي. قلت لها انا ايه؟ قالت لي وليه زعلان؟ قلت لها دور صغير وكل اصحابي ادوار اساسيه وانا مشهد واحد وهيدا اول مره رح يكون عندي مشهد واحد. قالت لي جمله لليوم ما بنساها، كنا باستوديو هارون باوضه الميك اب. قالت لي ماما خلينا نعمل هيدا المشهد من كل قلبنا، نعمل حكيتني بالجامعه وهي ما بتعرفني، خلينا نعمل هالمشهد من كل قلبنا وباكد لك انه رح تفتح بوجهك ورح تنقلب. وهيك صار. كان المشهد معها بعدها بشهر بتلفن لي الكاتب مروان نجار وبيقول لي دورك هو نفسه قررت تكبره ويصير اساسي بالجزء الثاني من احلى بيوت راس بيروت، لان كان في ممثله من الزمن الجميل كبيره وقفت حدي انا وباول الطريق ودعمتني بمشهدي. رندا كعدي مثلكم كلكم ممثله خطيره، انا بفتخر انه اليوم عم بكتب لها، بفتخر اني كتبت لكتار منكم ورح ضل اكتب لكم وانتم مش مسموح ابدا ولا مسلسل تكونوا سوري رح اقولها مثل ما هي اكسسوار الام والبي لنجمه. انتم الممثلين وانتم اللي تعلمنا منكم وانتم رح نضل نتعلم منكم، وان شاء الله يعطيني اكثر وانجح اكثر واتقدم اكثر لضل اكتب لكم احلى ادوار. بحبكم كثير وبحبك قد الدنيا رندا كعدي، وهيدا اكبر فخر لإلي انه اليوم عم سلمك جايزه.
بس بعد عندي شغله اخيره اقولها عن دكتور هراتش، وبدي اشكر شارع الفن. كنتوا عم تحكوا انه الزمن الجميل بحاجه لتجميل، وبنصير بعمر معين بحاجه لتجميل. انا بعد بكير علي لاوصل للزمن الجميل، بس كان عندي دقنين وشلت واحد منهم صار عندي دقن واحد. ميرسي هراتش. طب وقصة. بليز ضلوا حدي لتعطيني شوية قوة ماما. أنا بصراحة قدام العمالقة الكبار أنا طفل. وشارع الفن أنا ما بحق لي أمشي على سجادته الحمراء مثل الكبار اللي تكرموا قلبي. حضرتكم من زمن جميل. طارق وأمثاله الشباب الحلوين اللي هلا رح يتكرموا من الزمن الجديد، زمن الواعد. أنا بهالنص بشكركم إنه فكرتوا تطلعوا بنقطة واقفة بهالنص، لا من الزمن الجميل ولا من الجديد. مطرحي محير، بس مطرحي بقلوب هالشباب يلي مثل طارق وأفضالكم، يلي بيكتبوا للإحساس، يلي بيكتبوا للشغف بالمهنة، للي بيكتبوا لغرامنا بهالمهنة اللي هي مرض، اللي هي مثل النيكوتين بتدمرنا وبتسعدنا وبتسعد يلي عم بيشوفونا، بس نحن عم نموت ببطء. ما بعرف شو بدي اقول. بقول بعشق هالمهنة، بحترم كل اللي سبقوني واللي بدهم يلحقوني. بحترم ألمك طارق سويد، بحترم تقديرك للفن. مشان هيك عم تشاركني معك، مش لأني بس قلت لك شباك يا ماما. هلا بحق لي اقول لك بحبك يا ماما قدام كلمة. ليليان نمري كمان بدي اقول لك باسم كل الموجودين انه نحن اليوم بنكرمك ملكه بقلوبنا، بنحبك كثير. ليليان نمري اسمحي لي اقول لك الله يرحم عليا النمري، كانت ام لبنان، حملت هالشعار من وراها وان شاء الله يكون على قدك. شكرا للممثل.